موضوع النهاردة عن أم مكة بتاعة الفسيخ. أم مكة بتاعة الفسيخ لقيناها طالعة على الفيسبوك منزلة بوست وبتقول إن أخوها مش سايبها في حالها منه، وبتطالب المسؤولين إنهم يتدخلوا علشان أخوها مش سايبها في حالها وهي تعبت، وبتخلي مسؤوليتها أمام الجميع من ولاده ومن أخوها. أم مكة معروفة وهي أشهر من النار على العالم طبعا، ست مكافحة وبدأت من تحت خالص لحد ما بقت في المكانة ديت، وليها صيت كبير جدا في جميع البلاد. نتكلم دلوقتي ليه أخوها مش سايبها في حالها وهي بتستغيث منه وبتخلي مسؤوليتها من ولاده ومنه. هنعرف كل التفاصيل دلوقتي، تابعوني. أهلا بيكم في قناتي منوعات أحلام حسن. قبل ما نبدأ الفيديو اللي معانا فضلا وليس أمرا، اعملوا لايك شير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم فيديوهاتي الجديدة، ونصلي على الرسول في التعليقات صلى الله عليه وسلم، وندخل في الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم مكة تستغيث من أخوها وبتناشد المسؤولين على صفحتها على الفيسبوك، بتستغيث وتخلي مسؤوليتها من ولاد أخوها أمام الجميع، وبتقول رحت المباحث الشرطة عملت بلاغ لنجدة الطفل من 3 أيام ومحدش اتحرك ولا عمل حاجة. رحت لرئيس المباحث في المكان اللي ساكن فيه أخوها ومحدش عمل لها حاجة، والكلام ده على مدار شهور، يعني الكلام ده بقاله شهور مش من دلوقتي. وكل يوم أخوها بياخد العيال ويرجعهم تاني مع ناس غريبة ورجالة بتكسى وبشنط هدومهم، ويرجع تاني يوم الصبح ياخدهم. واخر الحوار ما بينها وبين اخوها كان عايز يجيب له عربية، قالت له سيبني افكر. رجع اخد الولد مع ولدين هي بتربهم له، الولد 6 سنين والبنت 4 سنين، وكل يوم يعمل لها فضيحة عند المحل وبيهددها انه هيعمل فيهم حاجة، وكل ده ومحدش اتحرك وهي مش قادرة عليه. وبتقول الناس اللي بتجيب لي العيال معرفش بيعملوا ايه في العيال. أم مكة طلعت تستغيث على صفحة الفيسبوك من أخوها وبتخلي مسؤوليتها من أخوها ومن عياله، لأن أخوها عامل لها فضايح وكل يوم ياخد العيال اللي هي بتربيهم. أخوها مع عيلين، بنت وولد، البنت 4 سنين والولد 6 سنين، كانت محجوزة في المستشفى وتوفت. أم مكة تولت تربيتهم طول. أخوها نفسيته تعبانة، كان بيمسك مراته ويضربها ويفرج عليها الناس، وده كان سبب إن هي تتعب وتخش المستشفى وتموت. بتقول إن أخوها هو السبب في تعب مراته، لأن كان بيضربها وبيبهدلها وبيفرج عليها الناس، وكان السبب ان هي تتعب كده وتدخل المستشفى وتموت فيها، لان ما كانش في فلوس، او بمعنى اصح معاه الفلوس بس ما كانش بيعالجها او بيدفع لها فلوس في المستشفى عشان يعملوا لها اشاعات والتحاليل ويتابعوها. طبعا ما بيدفعش فلوس، فبالتالي المستشفى اهملت في علاجها ومتابعتها، دهورت حالتها وتوفت في قلب المستشفى. هي على لسانها بتتكلم بتقول مرات اخويا صبرت وفضلت عايشة معاه في الاهانات دي كلها والضرب والاهانة ومستحملاه عشان خاطر الولاد. وبالتالي هي كانت بتنصحها على طول، تقول لها اتطلقي منه وسيبيه وامشي، هو هيموتك. فبالتالي هي ما سمعتش الكلام وحبت تعيش وتستحمل الاهانة والضرب وتعيش عشان تربي ولادها، بس مصيرها في النهاية كان الموت. هو إنسان تعرفوش مريض نفسيا ولا هو بيعمل كده بيستغلها عشان ياخد فلوس ولا ايه بالظبط، مش عارفين. هي طبعا بتحكي كل التفاصيل دي عشان تعرف الناس أخوها بيعمل ايه، كيف على ولاده ان هو ياخدهم ويأذيهم زي ما أذى أمهم. انتوا عارفين طبعا ان أم مكة هي متولية أمر الولاد دول من ساعة وفاة والدتهم. أخت مرات أخوها في المستشفى اتصلت بيها وقالت لها تعالي احنا معناش فلوس ندفع لمرات أخوكي فلوس المستشفى. ما كانش في اتصال بينها ما بين مرات أخوها وبين أخوها، كان يعني الاتصال بينهم ما بين بعض معدوم.
ما كانوش متواصلين مع بعض. فلما اتصلت بيها اخت مرات اخوها عشان تروح لها المستشفى وتدفع فلوس المستشفى، هي ما اتاخرتش وراحت دفعت فلوس المستشفى وخدت العيال. اخت مرات اخوها نبهت عليها، قالت لها الولاد ما تدهمش لاخوكي، الولاد ربيهم انتي، لانك لو اديتيهم لاخوكي هيتظلموا. فطبعا هي عارفه ان اخوها بيعمل ايه، فخافت على الولاد وخدتهم معاها وربتهم معاها. بتقول جبت لهم شقه في الشقه اللي قصادي وجابت لهم داده وبتربيهم احسن تربيه وفي مكان نضيف. طبعا يسكت ويشيلها دي جميله، او يقول اختي كتر خيرها شالت ولادي وبتربيهم ومتوليه مسؤوليتهم ومصاريفهم وعايشين عيشه كويسه. لا، ما يسكتش، لازم يروح يبتزها كل يوم بالولاد، بولاده هو. بيبتز ام مكه بولاده هو وبيهددها، قال لها انا هاخد الولاد مش هقعدهم معاكي. ياخد الولاد لان هي ما بتقدرش عليه، لان تهجم عليا مش كويس، بيشتمها، بيشتم والدته، يعني اسلوبه مش كويس، اسلوب بلطجه. فهي بتسيب له الولاد ياخدهم بالليل، وتاني يوم الصبح تلاقيه باعت الولاد تاني، باعت الولاد ليها مع ناس غريبه ما تعرفهمش، ناس بتكوسه. يعني ممكن يكون واحد مثلا بتاكس يقول لي ركب الولاد التاكس، ويقول له وصل الولد والبنت دول في المكان الفلاني عند ام مكه بتاعه الفسيخ. وانتوا عارفين طبعا مكه بتاعه الفسيخ اشهر من نار على العالم. تاخد العيال ويجي تاني يوم ياخد برضه هو العيال تاني ويبتزها. فهي طلعت عشان تخلي مسؤوليتها، بتقول انا ما اعرفش الناس الغريبه اللي بيبعت معاهم البنت والولد دول بيعملوا في العيال ايه. انا بخلي مسؤوليتي من ولاد اخويا ومن اخويا، ومش هاخدهم تاني، مش هاخدهم تاني، لان هي فعلا ما تعرفش هو ممكن يعمل فيهم ايه. وهي كانت في الاول خايفه ان هي تديله الولاد، وقعد يبتزها، طب هاتيلي عربيه، طب مش عارف ايه، واشتغل. بتقول بالفعل عملت له رخصه كلفت 15,000 جنيه علشان يشتغل. رجع قال لها انا عايز عربيه، هاتيلي عربيه. قالت له طب سيبنا افكر. يعني هي بتديلك وبتربي ولادك، فانت ما تضغطش عليها برضو. بقى يضغط عليها بالولاد، يا تجيبي لي عربيه لا هاخد الولاد. فطبعا هي خايفه على الولاد، بس من كتر الضغط بتاع اخوها وان هو ان هي مش قادره عليه، وهو انسان يعني مش كويس، فراحت سابت له الولاد عشان تتقي شره. وقال لها انا روح اكشف على البنت دي اللي هي 4 سنين، رايح يكشف عليها، رايح يكشف عليها ويشوفها كويسه، حد عمل معاها حاجه ما عملش حاجه. يعني شوفوا تفكيره لحد فين، يعني بيضر اخته بالكلام وبيضر بنته الصغيره بحاجات يعني من خياله هو. بالفعل راح كشف عليها وقال لها انا عملت تقرير طبي وهحبسكوا بالتقرير، وعمال يهدد فيها. طبعا البنت ما فيهاش حاجه، عمال يهدد في ام مكه، هيعمل وهيسوي ويعمل وهيسوي. ده اللي خلى ام مكه تطلع وتستغيث بعد شهور من المشاكل مع اخوها. خلاص فاض بيها، وطلعت استغاثت على صفحتها وبتناشد المسؤولين انهم يدخلوا ويعملوا حاجه مع اخوها، لان هي بتقول انا مش هقدر عليه، انا مش قادره عليه، انا تعبت معاه من كتر اللي هو بيعمله فينا. وكمان بينتهز الفرصه اللي هي مش موجوده في البيت هي وجوزها، وبيروح لوالدته وبيهزقها وبيشتمها. كل ده ليه؟ احمد ربنا ان لقيت حد يشيل ولادك ويتربوا في بيئه كويسه وهيدخلوا مدارس كويسه. انت طبعا تخليت عن المسؤوليه واختك شالت المسؤوليه. بدل ما نشكرها المفروض تشكرها، اختك دي تحطها في عينيك ان هي شايلالك ولادك. دلوقتي مفيش حد، يعني الاب والام مبقوش مستحملين ولادهم، فما بالك بقى هي واخده عيلين وبتصرف عليهم. انت تحمد ربنا، مش تقف لها وتبتزها وعايزها تجيب لك. طب ما تشتغل وتروح تجيب لنفسك، هي تجيب لك ليه؟ كفايه ان هي تصرف عليهم وشايلاهم، دي حاجه طبعا كبيره قوي. فبالتالي ام مكه نفسيتها تعبانه جدا اللي هي شايفاه من اخوها، ومش عارفه تعمل معاه ايه. محدش سأل فيها طبعا، ولا شرطه ولا نجدة الطفل ولا المباحث ولا اي حد
واقف معاها ولا عمل لها حاجة. ولما راحت مباحث او الشرطة قالت لهم اخويا خد ولاده، بس هي خايفة، يعني شوفوا هي لدرجة ايه رغم اللي بيعملوا معاها، خايفة يأذي الولاد عشان هو أذى مراته كتير جدا ولحد ما توفت. انا خايفة اللي كان بيعمله في مراته يعمله في الولاد. فقالوا لها ده شيء طبيعي ابوهم، ما نقدرش ان احنا نقول له حاجة، دول مسؤوليته ودول ولاده، ما نقدرش ان احنا نعمل حاجة ليه. طيب بس ما تقدروش تعملوا حاجة ليه لانه هو ابوهم فعلا، بس لو هو انسان مش صالح او نفسيته تعبانة ممكن يأذي الولاد، مش هتقدروا تعملوا حاجة. لازم طبعا يبقى في تدخل عشان الولاد دي ما تتأذيش من شخص زي ده. وهي بتقول بقى كل ما بيبعت العيال مع ياخدهم بالليل ويجيبهم الصبح بيبعتهم مع ناس غريبة في تكوسة، وما تعرفش ان الناس دي ممكن تعمل ايه مع العيال. والتقرير الطبي اللي هو عمله للبنت كل شوية يقول لها انا مش هسيب حقي، انا هعمل في العيال حاجة، انا هموت العيال، وعمال يهددها بعياله. يا حبيبي دول ولادك، بتهددها ليه؟ هي عملت واجب مع عيالك علشان انت اخوها ودول ولاد اخوها، شالتهم، بس هي مش من حقها تشيلهم ولا تصرف عليهم. وبعدين انت بتهددها بولادك، انت كده مش امين عليهم، وكلامها حقيقي انك انت زي ما موتت امهم هتموت ولادك، مش امين على ولادك، انت انسان مش امين على ولادك. عشان كده هي خايفة على الولاد انك انت ممكن تعمل فيهم حاجة. هي دلوقتي بتخلي مسؤوليتها قدام الجميع على السوشيال ميديا كلها وقدام الناس كلها، واستغاثت بالمباحث، خلت مسؤوليتها من اخوها ومن ولاده، لان ممكن يعمل فيهم حاجة وهي تتهم فيها. فهي كتر خيرها اللي هي عملته وشالت الولاد وصانت الامانة اللي اتأمنت عليها. وهو اخوها السبب ان ولاده لو ضاعوا يبقى ذنبهم في رقبته هو، او لو فكر يعمل فيهم حاجة ذنبهم في رقبته برضه هو، زي ما امهم راحت كده وذنبها في رقبته. طبعا بنقول لأم مكة ربنا معاكي ويحل المشكلة دي على خير ويبعد اخوكي عنك. ولاد اخوكي مهما كان دول محتاجين لك انت، مش محتاجين لابوهم، لان ابوهم مش هيعمل لهم حاجة، ابوهم مش امين عليهم. بعد عنك، خد الولاد وربيهم وطلعي منهم حاجة كويسة، لان في الاول وفي الاخر ولاد اخوكي قدام الله انتي هتاخدي جزاء كبير جدا انك انتي ربيتيهم تربية كويسة. ان عجبكم الفيديو اعملوا اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ولايك جميل منكم، وصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.